كنا عملنا شويه فيديوهات على الادوات اللي ممنوع استعمالها، يعني من كتر ما هي حلوه جدا الاتحاد الدولي لغاها. اشهر حاجه فيهم، وهي اكشولي مش في التنس بس، دي اشهر اداه رياضيه اتمنع استعمالها بقى غير قانوني، يعني تلعب بيها بطولات وخلت لعيبه ضعاف جدا تكسب لعيبه جامده جدا، لدرجه ان بعد ما استعملوها بسنين الاتحاد الدولي لغاها. تخيل يعني اداه، في لعيبه كتير جدا يقول لك بس غير المضرب ده، ولا المضرب بيفرق، يعني فرق رهيب كده، يفرق 5% 7%، لكن ده خلى ناس ضعيفه جدا تكسب ناس جامده جدا. فاكيد الفكره اللي فيه كانت مكره جدا، عملت فرق جامد جدا. اشهر حاجه في الدنيا المضرب اسمه سباكيتي، مش سباكيتي زي المكرونه يعني، سباكيتي راكت. ايه فكره سباكيتي راكت؟ المضرب ده واحد باشمهندس كده فكر في فكره تزود اللفات والتوب سبين لدرجه رهيبه. يا لهوي، يعني التوب سبين الزياده بيكسب، زي ما كنا بنتكلم في الفيديو بتاع مادفيديف والفيديو بتاع بورجو ماكنو. يبقى التوب سبين الزياده بيكسب. المضرب ده لما نزل في زمنه كسب ناس كتير جدا. ايه بقى الراجل كان عامل ايه؟ الفتل زي ما انت شايف كده متضفره في بعضيها، الطول في العرض. ماشي، هو عمل ايه بقى؟ حط 5 6 فتل بالعرض كده، ماشي، وراح عامل الطول مش داخل فيها، عمل من قدامها طول ومن وراها طول، يعني بقى في طقمين فتل طول من ورا ومن قدام. جميل، عشان الطول يبقى بيتحرك براحته مش مخنوق. وراح حاطط بلاستيك في الحته اللي حوالين الفتل اللي لما بتقابل الطول مع العرض، حط زي انابيب زي الشاليمون كده بلاستيك، فكده خلى الفتل اللي بالطول تتحرك زي النبله، تنزل وتطلع تنزل وتطلع هنا او هنا في الناحيتين. طبعا انت هنا لما بنضفر الفتل في بعضيها حركه الفتل اللي بالطول محدوده لانها متدككه في لدى العرض، لكن التاني الاسباجيتي عمل فتل الناحيه دي وفتل الناحيه دي وما دخلهمش ما ضفرهمش في اللي بالعرض. فالنتيجه بقت ان المضرب بيعمل كده ويحط كميه سبين ما حدش شافها قبل كده. فالمضرب ده بيبيع لك فكره السبين. اقول لك حاجه غريبه بقى، الفتل البوليستر اللي هي طالعه جديد، مش جديد بقى لها سنين طبعا، واشهرها ماركه لوكزيلون مثلا، وتوب سبين بيعمل زيها، شركات كتير جدا بكفاءات مختلفه. ماده البوليستر دي بتخلي الفتله تعمل زي النبله. يعني انا الفتله اللي انا حاططها دي توب سبين سايبر فلاش، دي كانت واخده سترينج اوف ذا يير في المانيا. بص بتعمل زي النبله، بترجع تاني. طب ايه معنى الحكايه دي؟ ان الفتله بتتحرك بحريه، فلما تيجي تضرب الكوره زي ما احنا شايفين الفتله اللي بالطول هي اللي بتحط السبين، لان هي دي اللي هتعمل كده، مش الفتله اللي بالعرض. الفتله بتنزل ومفيش جزء من القوه بيروح في حركه الفتله، يعني الفتله بتنزل وتطلع معاك. لكن الفتل القديمه كانت بتنزل وما ترجعش، ففي جزء من طاقتك ثبت، لكن دي بتنزل وتطلع. طبعا السباكيتي كان اكتر من كده بكتير، مفيش في حريه حركه رهيبه، فتله بتنزل تطير الكره لفوق. فالنصيحه في الاخر، السبين مش معنى يلعب بالراحه، سبين يعني زي الاوتوبان، اسرع حاجه عندك الكره تلف. الحاجه الثانيه الفتة البوليستر، صحيح هي ناشفه شويه ومتعبه للصغيرين، بس هي الموضه وهي اللي جايه وهي اللي بيستعملوها الناس لغايه دلوقتي. شكرا.